السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. عملنا فيديوهين المرة اللي فاتت، بدأنا نتكلم على كلوز رقم 4 في المواصفة بتاعت 9001، واتكلمنا عليهم باستفاضة، اللي هو الكونتكست اوف اورجانيزيشن، اللي هو السياق المؤسسي. قدرنا المرة اللي فاتت، وتقدروا تتابعوا الفيديوهات اللي موجودة، هو فيديو رقم 34 و 35 موجود فيهم الانترستد بارتيز، موجود فيهم المتطلبات بتاعتهم، موجود فيهم الريكويرمنتس والتطلعات اللي هم عايزينها، موجود فيها الريسكات اللي هم خايفين منها، وازاي احنا نقدر نتجاوز الريسكات اللي موجوده دي عن طريق خططهم هم، يعني الميتيجيشن بلان اللي هم متوقعينها مننا. البند الثالث او ثالث نقطه في الكونتكست هي ان انا اتعرف على السكوب بتاعي. انا دلوقتي لميت الداتا كلها، عرفت كل الناس اللي موجوده عندي، قدرت اتعرف على تطلعاتهم وتوقعاتهم وكل ما يخص الشغل بتاعهم، وعرفت نقط القوه ونقط الضعف الخاصه بيا كشركه، عرفت ايه هي نقط التطوير اللي انا محتاج اشتغل عليها، عرفت ايه هي نقط التهديد اللي انا محتاج ان انا اعمل لها ميتيجيشن بلان. مش بس كده، قدرت كمان نتعرف على الريسكات المصاحبه ليا داخليا وخارجيا عن طريق الانترنال ايشوز والاكسترنال ايشوز اللي اتعرفنا عليها عن طريق نظريه البيستل. كل الكلام ده جميل قوي. الكلام ده كله مع بعض كده لازم ابتدي ادرسه، ولازم ابتدي اراجعه كويس جدا واطلع بيه بالسكوب. هو كان عايز مني ايه؟ والله في كلاينت معين عايز مني ان انا يكون عندي قدره انشئ مباني، واحد تاني عايز مني قدره ان انا انشئ مصانع، واحد تالت عايز قدره ان انا يكون عندي فاسيلتي مانجمنت، واحد تالت عايز قدره ان انا يكون عندي كونستراكشن مانجمنت، حد تاني بروجكت مانجمنت، واحد تالت عايزني انتج مواد عزل، واحد رابع عايزني انتج ستيل ستراكشر. فبيقول لي والله انا عايز كذا، هل انت عندك؟ انا ما اعرفش. فهبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اشوف ايه هو السكوب بتاعي جوه الشركه. ده جزء اساسي. السكوب بيكون موجود في السجل التجاري، ده الطبيعي ان انا بروح السجل التجاري اثبت فيه رسميا وقانونيا ان انا اقدر اصدر واستورد وانشئ واعمل كل حاجه. طيب ده كلام على الورق يديني الحق ان انا اعمل كده، هل انا بقى اقدر اعمل كده؟ الله اعلم. هنا بقى لازم اشوف قدراتي عن طريق كل الحاجات اللي اتعرفت عليها. فبحدد السكوب بتاع الكواليتي مانجمنت سيستم بتاعي اللي هو بيكون من سكوب الشركه نفسها. طب سكوب الكواليتي مانجمنت سيستم بيكون هو سكوب الشركه؟ والله ده اختيارك انت بقى والتوب مانجمنت، ما احنا اتفقنا اللي التوب مانجمنت هتقول عليه هننفذه. بس في نقطه مهمه، هل لازم يكون الكواليتي مانجمنت سيستم شامل كل الشركه بتاعتي؟ والله يفضل. لكن هل في حاجه تجبرك على كده؟ لا. واحد يقول لك لا والله انا عندي الجزء بتاع الفاينانس ده مش هدخله في الكواليتي مانجمنت سيستم، تمام. واحد تاني يقول لي لا والله انا مش هشتغل على الجزء بتاع الوير هاوس، ولو ان دي حاجه صعبه يعني، بس تمام. طيب هنا بقى بنعمل ايه؟ بنستبعد الحاجات دي من السكوب بتاعنا اصلا، كأن الاوديتور مش شايفها، مغمض عينه. طيب اتعرفت على السكوب بتاعي وعرفت كل حاجه فيه، ببتدي اكتبه. بعد ما بكتبه ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اوصل للبند الرابع في الموصى بتاعه الايزو. رابع بند في البند الرابع اللي هو ايه؟ تتعرف وتحدد البروسيجرز والبروسيسز اللي انت هتشتغل بيها. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هنا بقى انا رسيت بالسكوب، خلاص انا عرفت الكلاينت عايز مني ايه، ايا كان هو مين بقى الستيك هولدر بتاعي او الانترستد بارتي، وعرفت انا قدراتي ايه، وعرفت هو طالب مني سكوب ايه عشان اشتغله. يتبقى بقى هعمل ايه؟ يعني انا هجمع الكلام ده كله مع بعض، هعمل ايه بقى؟ فهبتدي اشتغل بقى على ايه؟ اتعرف على ايه هي الفانكشنز اللي هقدر اعمل لها بروسيجرز، ايه هي البروسيسز اللي هتساعدني ان انا احقق السكوب، اللي بالتبعيه هتساعدني ان انا احقق الريكوايرمنتس بتاعت الكلاينت اللي موجود، تحققني ان انا اوصل اميتيجيت الريسك اللي انا اتعرفت عليه. كل الكلام ده هعمله ازاي بقى؟ عن طريق ان انا ابتدي احدد الاول ايه هي البروسيجر اللي اشتغل عليها. طب والله عشان ابتدي اعمل دوكيمنت مانجمنت مثلا، محتاج يكون عندي دوكيمنت كنترول كويس، محتاج ان انا يكون عندي بروسيجر، محتاج يكون عندي فانكشن. طب الكواليتي محتاج يكون عندي كواليتي فانكشن فيها الاشورنس وفيها الكنترول. الوير هاوس نفس القصه. البروكيورمنت محتاج ان انا افصلهم، سب كونتراكتور وسبلاير، لا انا محتاج اجمعهم على بعض. طب حاجه زي تكنيكال اوفيس، هل محتاج تكنيكال اوفيس؟ هل محتاج بيم ديبارتمنت مثلا بيكون موجود، حاجه ديجيتالايز يعني او ديجيتال ديليفري؟ هل محتاج انجينيرنج؟ هل محتاج ديزاين؟ هل محتاج بزنس ديفلوبمنت يونت؟ هل محتاج ماركتنج يونت؟ هل محتاج اتش ار؟ طبعا محتاج اتش ار. فهبتدي اوصل لشويه حاجات كده.
الطريقه اللي انا ببدا اشتغل بيها بسيطه قوي. ايه هي الكور فانكشن اللي تبتدي تحقق السكوب بتاعي؟ اول حاجه خالص اتش ار. ما ينفعش تشتغل من غير اتش ار. اللي يليه بعد كده ايه؟ كواليتي، لازم يكون عندي كنترول. طب بعد كده على حسب بقى بروكيورمنت، ده برضه من الاساسيات. التندرنج، ولا هجيب بيزنس ازاي. بعد كده عندي الكونستراكشن نفسه. عندي اقسام بقى بتسميها سبورتيف فانكشن، زي ايه؟ زي الوير هاوس، زي الاكويبمنت. كل الكلام ده بيبتدي يحدد انا والله دي الفانكشن اللي عندي. طب الفانكشن دي ليها كور. يعني ايه ليها كور؟ يعني لو جيت مثلا قلت ان الناس بتوع الوير هاوس اساس الكور بتاعهم ايه؟ والله الراجل ده بالعربي كده امين مخزن. يعني ايه امين مخزن؟ امين مخزن يعني امين على الحاجه اللي موجوده جوه المخزن، فبالتالي لازم يكون عنده كرايتيريا واضحه لاستلام الحاجه دي، لفرزها، لترتيبها وترقيمها، يعني تكويد يعني، ووضعها في مكان لائق بالطريقه الملائمه ليها عشان ما تبصي، وبعدين سهوله استخراجها تاني ومتابعتها بصفه دوريه عشان لو نقص منها او زاد اي شيء يبتدي يكون في كنترول عليه. وده كله بيسمع عندي جوه الريسورس مانجمنت. يبقى الفانكشن الاساسيه بتاعته هي دي. يفضل 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 وليس لازم، بس هي لازم بين قوسين يعني، ان انا يكون عندي بروسيجر واضحه جدا للحاجه اللي زي دي، وبالتبعيه بقيه الادارات. ليه؟ عشان احنا ترس في مكنه. ما ينفعش يكون المكنه دي كلها قايمه على ترس واحد فقط. لو الترس ده اتشال المكنه باظت. يعني ما ينفعش يكون شخص واحد فقط هو اللي عارف البروسيس بتتم ازاي، فالشخص ده لاي سبب من الاسباب سابك، حصل له لا قدر الله اي ظرف طارئ، فقرر ان هو يتلاعب بيك ويحاول يعمل نوع من انواع الابتزاز، ان هو يعلي في مرتبه او يعمل حاجه طريقه على اعتبار ان هو السبجكت ماتر اكسبرت الوحيد. خسرت كل حاجه. عشان كده لازم تكون البروسيس بتاعتك او البروسيجر بتاعتك ريتن بطريقه ما سيستماتيك عشان يحصل فيها ريبروديوسبل. تكون ريبروديوسبل يعني ايه؟ قابله للانتاج من اكثر من شخص. يعني انا هطلع المنتج ده، زميلي اللي زيي هيطلع نفس المنتج، مش هنختلف عن بعض. الفيتشرز اللي عندي وعنده ثابته، بالتالي لازم يطلع نفس الحاجه، البروسيس ستيبس ثابته. لكن هو بيأودت على حاجه او بيراجع على حاجه، انا براجع على حاجه ثانيه. هو بينتج حاجه، انا بنتج حاجه ثانيه، لكن احنا الاثنين ماشيين بنفس السياق، خطواتنا ثابته. اختلاف البارامترز الداخليه نتيجه للتكنيكاليتي بتاعت البروسيس فقط. بحاول على قد ما اقدر اعمل ده في كل الفانكشنز اللي عندي، عشان في النهايه اقدر اوصل ان يكون عندي كواليتي مانجمنت سيستم. خلصت الجزئيه دي، اول حاجه لا بعد ما اخلص اسجل كل الكلام ده. يا اخوانا هو ده الكواليتي مانجمنت سيستم بتاعي، لازم احافظ عليه، لازم اخليه موجود عندي published، معروف لكل الناس، مش لشخص واحد. مش انت بتاع الكواليتي بس اللي تعرف والباقي ما يعرفش، لا، انا لازم يكون عندي سيستم واضح معلن للناس. مش بس كده، لازم يكون عندي آلية ازاي اقدر اميجر ومونيتور وكنترول عليه، عشان اقدر بعدين اطور من السيستم ده. البند بتاع 4 بند شكله صغير كده، هو على بعضه قد كده، بس البند ده مهم جدا جدا جدا، عشان ده اللي هيحط لك الخطوط العريضة اللي تبدأ فيها. كل الكلام اللي انا قلته ده مشروح بقى في كل الكلوزز اللي جاية بالتفصيل الممل. فاحنا هنرجع له ان شاء الله مع كل بند من البنود. هفكركم ده كان بيسمع فين في البند بتاع الكونتكست اوف اورجانيزيشن. ان شاء الله يكون علمي وانتفع بيك. ما تنساش اعمل شير واعمل سبسكرايب على اليوتيوب علشان تقدر تشوف الفيديوهات القديمة اللي هي بإذن الله تكون مفيدة ليك، وبإذن الله تشوف الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.